هذه الرسالة التي أوجهها شخصيا إلى قائد الأركان الجيش الوطني الشعبي. ها قد انكشفت خيوط المؤامرة الدنيئة التي كنا وما زلنا نحذر من خلالها الشعب الجزائري الطموح لبناء دولة جديدة أساسها لمجد الدستور في جملتها الأولى أن الشعب حر مصمم على البقاء حرا. في الحقيقة لم نكن ننتظر منكم الشيء الكثير، خاصة مع تجاوبكم السلبي للحراك الشعبي منذ بدايته، حينما اتهمتموه آنذاك بأن أطراف المغرضة هي من تحركه. يخرج الملايين من الجزائريين، يفوق عددهم الهيئة الناخبة التي دعوتموها أنتم ورئيس دولتكم الذي نصب نفسه عدوة رغم رفض كل الجزائريين له. يخرج هؤلاء لتصفهم بالغوغائيين والمتربصين بالوطن، والله يعلم أن لا أحد تربص بهذا الوطن المفدي إلا هذه العصابة التي ما زالت تحمونها باسم الدستور ومؤسسة الجيش. عندما شعرتم بأن الموج قد جرفكم أردتم أن تركبوه كغيركم من الوصوليين، وحاولتم على نظام امتصاص غضب الهبة الشعبية، فزعمتم أنكم فردا من أفراد هذا الشعب تشعرون بآلامه وآماله، ولا يمكنكم إلا الانصياع لمطالبه المشروعة وتحقيقها كاملة غير منقوصة، أو هكذا زعمتم. توالت الأسابيع، الجمعة تلو الأخرى، وتوالت معها تصريحاتكم المنعقة بكلمات رنانة ومزيفة. كنتم تظنون أن الشعب الجزائري سيسقط في فخها ويجعل منكم بطلا مغورا ومنقذ الهوى. وعدتم الجزائريين أنكم ستسقطون هذه العصابة، ولن يهدئ لكم بالا حتى تفعلوا المادة السابعة من الدستور التي تمنح للشعب كل السلطات المطلقة، لكنكم أسقطتم كل مواد الدستور لتلتفوا بعد ذلك على مادة 102 التي طالبنا بتطبيقها قبل سنوات، والآن وبعدما أصبحت خاوية المضمون فعلتموها وكأني بكم تريدون إحياء الميت، وقد أسمعتم لو ناديتم حيا لكن لا حياة لمن تنادي. خلال أكثر من شهر ونصف من مناوراتكم التي حاولتم أن تخلدوا بها ثورة الشعب، مسالم خرج على بكرة أبيه ينادي من أجل تحقيق مطالب شرعية أهمها تأسيس لدولة الحق والقانون وبناء جمهورية جديدة تسعى لكل الجزائريين بجميع انتمائهم ومشاربهم، لكنكم صممتم آذانكم لنداءاته المتكررة وأثرتم الانحياز للعصابة التي عازت فسادا في البلاد والعباد. سرعتم ببابكم الإلكتروني في كل الفضاءات الاجتماعية وأمرتموهم بمهمة قذرة تتمثل في محاولة التجريح في شخصيات وطنية بعد التفاف الحراك الشعبي حولها، وبعد أن تأكد لكم بما لا يدعو إلى الشك أن هذا الشعب الأبي قد تفضل لمخططاتكم الدنيئة وأنه ماض في مطالبه وسيبقى يحتل الشوارع والساحات حتى تدعم الجميع بجميع مطالبه أو يهددونها. لجأتم إلى استعمال أساليب التخويف والتخوين، بل وصرحتم بكل وقاحة بأن مطالب الشعب أصبحت تعجيزية وأنه لا بد له أن يتنازل عنها. حاولتم استغباء الشعب بأن القضاء الذي أصبح مستقلا سيلاحق كل المختلسين، وأن ما قمتم به لم يكن إلا مسايرة للدستور، وكأننا لا نعي ولا نفهم ما يدور حولنا من محاولات يائسة لتطبيق هذا الحراك واختطاف الثورة من الشعب. عن أي قضاء وعن أي استقلالية وعن أي دستور تتحدثون؟ والجزائر لا زالت تحكم من طرف شرذمة أهلكت الحارة والنسب. كثيرا ما سمعنا عن بطولاتكم عندما تقبلون على إرهابي مدججا بخراطيش وبندقية صيد غير صالحة للاستعمال بالعصابة، وتروجون لها بأنها عملية نوعية، وبالمقابل لا تحركون ساكنا
لمن سميتموهم بالعصابة التي تتآمر على الوطن. هل يعقل هذا التخاذل وغض الطرف عن هؤلاء الذين هدموا كل المؤسسات الدستورية وأسسوا لنظام حكم شمولي ممنهج استفزوا من خلاله كل مقدرات البلاد وأوصلوا إلى الإفلاس؟ أنتم بالذات أيها الجنرال ساهمتم لسنوات عديدة في كل المآسي التي حلت بالوطن بصمتكم المطبق على كل ما يحدث من اختلاسات فظيعة وهدم للبنية التحتية للوطن، بل وحمايتكم لما أسميتموه أنتم بالعصابة، لتأتوا اليوم وتزيدون من روع الشعب بتخويفهم من تربص بعض الدول التي ما زالت لها خلفية تاريخية، وهي تحاول الآن أن تؤجج الحراك الشعبي كما تزعمون دائما وأبدا، وهي محاولة فاشلة لزرع الشك في نفوس أبنائنا. هل تعلمون بأن الشعب الجزائري الآن قد التف أكثر من أي وقت مضى مع أفراد الجيش الشعبي الوطني، وأصبح أكثر من 40 مليون جزائري كلهم جنود مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل استقلال هذا الوطن؟ فلا تزايدوا على هذا الشعب، فهو ليس بحاجة لدروس مزيفة بالوطنية. ثم إن كنتم عندما كان ختم الرئاسة يجول بين أفراد تلك العصابة تستعمله في ضرب وحدة وأمن الوطن، ألم تكونوا معهم؟ ألم تكونوا معهم؟ ألم تكونوا معهم؟ لماذا سكتتم على من سمح للطائرات الفرنسية أن تخترق أجوائنا؟ لماذا لم تتحركوا عندما قررت عدونا التاريخ لاستفزازنا والطعن في أحفاد الشهداء لما اختاروا تاريخ 5 جويلية لاستقبال طلبات التأشيرات، وهو تاريخ لم يأتي إلا بعد أن ضحى هذا الوطن المفدي بخير شبابه فضربت عزة البلاد في الصميم؟ قبل هذا وذلك من أعطاكم الحق في أن تتخذوا قرارات نيابة عن الشعب وتتحكموا في السلطات التشريعية والتنفيذية وحتى السلطات القضائية التي أصبحتم تأمرونها بتحريك دعاوى الفساد وكأنكم أصحاب الأمر والنهي، وتناسيتم في خضم هذا الخرق الصارخ للدستور مهامكم التي حرسها الدستور في المادة 28 والتي تعلم بأن تكون حماية وسلامة وأن تكون حماية وسلامة وأمن الوطن وليس تسيير الشؤون العامة التي يتولاها المدنيون. من أعطاكم الحق في الحديث عن السياسة وأنتم بالزي العسكري؟ إذا أردتم أن تختاروا طريق السياسة فلكم ذلك، لكن بشرط أن تنزعوا عنكم البذلة العسكرية التي ليس لها مكان إلا الثكنة، لأنها ملك ل40 مليون جزائري، وبعد ذلك لكم أن تؤسسوا حزبا وستعرفون وزنكم الحقيقي مع هذا الشعب الذي أصبح يلفظكم بالبذلة العسكرية أو بدونها، وتحداكم أن تفعلوا ذلك وسترون الحقيقة بدون زيف أو تملق. وأنا من خلال هذه الرسالة أدعوكم أن تلتحقوا بالحراك لتعرفوا عن كثر من يكون هذا الشعب الذي أخطأتم في حقه لعقود من الزمن. أمر آخر، بأي حق حولت عاصمة الجزائر لغزة فأغلقت جميع المنافذ المؤدية لها واستعملت بذلك رجال الدرك ليمنعوا إخوانهم من الدخول إليها بدون وجه حق؟ ألم تسمع هتافات متعالية تنادي بأن الشعب والجيش والدرك خاوة؟ ألم تسمع هتافات متعالية تنادي بأن الشعب والجيش والدرك خاوة؟ لماذا تواجه هؤلاء بإخوانهم؟ إننا نطالبكم بأن تتنحوا كلية من هذا المنصب وتتركوا مكانكم للشباب الطامح لبناء جزائر خالية من الفساد والفاسدين. نعم، يجب أن تتنحوا، فقد أذيتم هذا الشعب بما فيه كفاية وأصبح يرفضكم ويرفض كل قراراتكم، كفاكم استفزازا وتجبرا، فالوطن فاض بكم وبظلمكم. ارحلوا قبل أن يضيع هذا الوطن المجد والخلود.